الميه. احنا عاوزين يزودوا لنا الكومبانات اللي هي على البحر تغذي الميه شويه، لان الميه ضعيفه والناس كتير بتشتكي من الميه برضه. فاحنا نتمنى ان الحكومه بقى تساعد مع الجهود الذاتيه برضه. الميه قطع عندك بقالها قد ايه؟ ولا شهر. وبتعملي ايه في رمضان؟ ما فيش ميه خالص في رمضان، ما انت شايفانا اهو، انت فاتوا شفتنا عاملين ايه اهو. كل سنه بالنظام ده. اي والله. ناس تعبانه هنا جامد، لو مش السنه دي بس. بقالك قد ايه ما شفتيش الميه في بقالنا البيت؟ 3 اشهر. تعالي والله. اي حد وريك الموضوع ولا ما فيش، تعالوا احنا ندور لك الوضع. طب بتعملي ايه في رمضان؟ والله بنجيب الترعه. والله الترعه هناك بنجيب الترعه يا بنتي. شفت ازاي؟ يا في ناس في البر الثاني او ناس على البحر عندها ميه، انما ما فيش عندنا هنا. ما فيش يعني. والله اقسم بالله انا شاريه ميه السنه دي ب 75 جنيه. طب انت بتدفعي فاتوره ميه؟ اي والله دافعاها، والامبارح 80 جنيه. وانت ما عندكيش ميه؟ وانا ما عنديش ميه، دافعه 80 جنيه وانا ما عنديش ميه. صور فاتوره الميه برضه يا رب. شفت ازاي؟ والله عندي هناك اهي، تعالي شوفها واخديه. اقسم بالله دافعاها الاسبوع اللي فات ده. 75 ميه بيعملوا لك خزانين؟ خزانين اللي هو المتر دي. بيكفوكي قد ايه تقريبا؟ والله ما هيكفوني ايه؟ ما اغسل هدوم او احمي عين او دي هيكفوني ايه؟ وانا واحده تعبانه وما بقدرش اشتغل حال. رمضان بقى الصلاه والوضوء والكلام ده بتعملوا ميه فيها كلها ايه؟ ميه جوفيه، ميه جوفيه، ميه ملح كلها ميه جوفيه. والحيطه عطمه المنسوب الارض، ان احنا الحته بتاعتنا المنسوب بتاعها الليفل بتاعها قليل شويه، واطيه يعني. واطيه. في حته قدام اللي قدام بيت السيد يوسف ديت المنسوب بتاعها عالي، فاللي حط الميه بتاعت الحكومه حطها على بعد حوالي من 75 سم من الليفل بتاع الارض من فوق. ما عملهاش ما سواش هو البعض. ما عملهاش ايوه. وكل ما نروح لواحد مسؤول يقول لك البلد المنطقه بتاع البلد نص البلد في ميه، واحنا هنعمل لكم ايه؟ طب ما يجوا يحلوا المشكله. الناس بتأجر خزانات تروح تشتري واحنا بنشتري الميه يا ريت بنجيبها بنشتريها مش موجود. وبعدين الفواتير بندفعها، بندفع الفواتير كل شهر او كل شهرين بندفعها. لا ميه مقطرة. قولي الميه مقطعه عندك بقالها قد قطع ايه؟ بقالها 10 ايام. اساليه بقى، قولي له ورحت للمهندس هناك ومتصل بيه دلوقتي. قال لك ايه؟ الميه بتروح. قال لي العربيه هتجيلك والعربيه ما بتجيش ولا بتاع، وقال لك هنشوف لكم تصريفك الميه دي، ومفيش الحاجات دي بتيجي خالص. طب بتتصرفوا ازاي في الايام دي اللي في رمضان؟ بتعملوا ايه؟ بنقعد نجيب من الجامع ميه من بتاع الميه المعينه دي.